بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله بعد ما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنتكلم عن أخبار قرعة كأس العالم. قرعة بتاع كأس العالم للأندية اللي هيبقى فيها يشرفنا فيها النادي الأهلي إن شاء الله. القرعة هتبدأ أو مراسم القرعة هتبدأ النهاردة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. البطولة طبعا زي ما بعضنا يعلم هتقام ابتداء أو خلال الفترة من 15/6 إلى 13/7 العام القادم إن شاء الله 2025 بأمريكا. القنوات الناقلة للقرعة قنوات كتيرة اللي يهمنا منها اون تايم سبورت المصرية هتنقل القرعة أو مراسم القرعة الساعة 8 مساء اليوم. النادي الأهلي وقع في التصنيف الثالث، جه في التصنيف الثالث اللي هو متقسم 4 تصنيفات. سيتم تقسيم الفرق ال 32 المشتركة إلى 8 مجموعات. 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، فرقة تصنيف أول، فرقة تصنيف تاني، فرقة تصنيف تالت، فرقة تصنيف رابع. طيب، بيتأهل أول وتاني كل مجموعة للأدوار اللي بعد كده اللي هو دور ال16. 8 مجموعات ياخدوا منهم الأول والتاني، يبقى 16 فريق يلعبوا دور ال16 بنظام النوك أوت. التصنيف الأول اللي هي فرق مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الأسباني، بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، فلامينجو البرازيلي، بالميراس البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، فلومينسي البرازيل. ده التمن فرق التصنيف الأول. التمن فرق بقى التصنيف الثاني اللي هم ايه؟ تشيلسي الإنجليزي، بروسيا دورتموند الألماني، انتر الإيطالي، بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الأسباني، بنفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، سالزبورج النمساوي. ده التصنيف الثاني. طيب، التصنيف الثالث اللي هو فيه الأهلي اللي مشرفنا. التصنيف الثالث الهلال السعودي، أولسان هيونداي الكوري، الأهلي المصري، الوداد المغربي، مونتيري المكسيكي، كلوب ليون المكسيكي، بوكا جونيور الأرجنتيني، بوتا فوجو البرازيلي. ده التصنيف الثالث. التصنيف الرابع أورارو ريدز الياباني، العين الإماراتي، الترجي التونسي، مامولدي صن داونز جنوب أفريقي، باتشوكا المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي، انتر ميامي الأمريكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي. ده التصنيف الرابع. طيب، قواعد القرعة ليها نظام طبعا وقواعد. أهم قاعدة: لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق واحد من نفس القارة باستثناء أوروبا. يعني الأهلي ما يجيش مع الترجي في مجموعة، الأهلي ما يجيش مع صن داونز في مجموعة، وهكذا باستثناء أوروبا. ليه بقى؟ لأن أفريقيا منها 4 فرق، فسهل يتوزعوا على ال8 مجموعات. أوروبا منها أكتر من 8 فرق، فحتما ولا بد ممكن يجي فريقين في مجموعة واحدة. طيب، القاعدة التانية من قواعد القرعة، هون في 4 مجموعات ستضم فريقين من أوروبا. إزاي؟ سيتم
بالنسبة لأمريكا بقى فيها أكتر من فريق أو فيها فريقين. سيتم وضع فريقي إنتر ميامي وسياتل الأمريكيين بشكل تلقائي في التصنيف الرابع، إنه أول مرة يخشوا للمجموعتين الأولى والتانية. يعني إنتر ميامي في مجموعة الأولى وسياتل الأمريكي في المجموعة التانية، ويلعب إنتر ميامي مباراة الافتتاح. طب نيجي للمهم بقى، الزبد، جوائز البطولة. كل الفرق، يعني مجرد بسم الله الرحمن الرحيم اشتركنا في البطولة، كل فريق من الفرق ال 32 المشاركة سيحصل على 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة. يعني الاستفتاح 50 مليون دولار، يعني مبروك يا أهلي، انت اشتركت في البطولة تاخد 50 مليون دولار لمجرد الاشتراك، يعني 2.5 مليار جنيه مصري بدون حسد. طبعا الكلام ده بداية، لكن في مكافآت إضافية بتعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق. يعني المركز الأول من كل مجموعة بياخد أكتر من المركز الثاني، والتاني بياخد أكتر من التالت، والتالت بياخد أكتر من الرابع. هتتوزع بإيه؟ بالنسب. طيب، حامل اللقب هيحصل على 100 مليون دولار، لكن بقية التصنيف الترتيب النهائي لم يتم الاستقرار على التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيع أموال الجائزة حتى الآن. ليه بقى؟ في انتظار استكمال التمويل من الرعاية بشكل رسمي. طيب، اللي يهمنا احنا بقى ايه؟ البث. هنتفرج ازاي على المطوشة دي؟ سيتم بث وإذاعة جميع مباريات البطولة على منصة دي اي زد ان دازن دي اي زد ان، ومنصات اخرى هتشتري من المنصة الرئيسية دي، بس بشرط اذاعة المباريات مجانا. يعني المنصة دي اي زد ان هيبقى ليها الحقوق الحصرية، لكن لا، او بشرط انها تبيع لمنصات ومواقع اخرى وقنوات اخرى، بس بشرط ان كل اللي يشتري بما فيهم القناة دي اي زد ان وكل اللي يشتري منها، شرط اساسي انه يذيع المباريات على الهواء مجانا. دي المعلومات اللي عندنا لغاية دلوقتي بخصوص كأس العالم للأندية اللي مشارك فيها الأهلي. إن شاء الله لما يستجد أخبار جديدة هنوافيكم بيها إن شاء الله، ونقول إلى لقاء آخر، نقول السلام عليكم.